السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. في حلقة الأربعاء الفائت ناقشنا علاقات المغرب مع الاتحاد الإفريقي بعدما عاد المغرب إلى أسرته المؤسساتية. اليوم نناقش علاقات مع اتحاد آخر وهو الاتحاد الأوروبي على ضوء التطورات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة بخصوص الاتفاق الفلاحي. بلاغ شديد اللهجة صدر يوم الاثنين من وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية أشار بحزم أو حذر ونبه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التطبيق السليم لمقتضيات الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. سنحاول شرح وتبسيط مضامين هذا الخلاف بين المغرب والاتحاد الأوروبي. نتساءل كذلك هل كان لقاء يوم الثلاثاء ببروكسل سيطوي الخلاف بشكل نهائي أم أن الأزمات بين الطرفين مرشحة للمزيد خلال مستقبل الأيام. نطرح كذلك ونحاول تبسيط هذا الاتفاق ومن يستفيد منه سواء من الطرفين المغربي والأوروبي، ونتساءل عن آفاق علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي 25 سنة بعد التوقيع على معاهدة ماستريخت والتي خلد الاتحاد الأوروبي ذكرها 25 أمس الثلاثاء. لأجل كل هذا أرحب سي أحمد أعيش رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا سي جمال. كنرحب كذلك بالاستاذ عثمان قاير استاذ الاقتصاد بجامعه الحسن الثاني. مرحبا استاذ قاير. مرحبا. سي نوفل البوعمري الناشط الجمعوي والحقوقي. مرحبا. شكرا على الاستضافه. شكرا لك. والسيد الاستاذ رشيد المرزقيوي استاذ القانون الدولي بكليه الحقوق بجامعه محمد بن عبد الله بفاس، وكذلك مدير مركز الدراسات السياسيه والعلاقات الدوليه المعاصره بفاس. مرحبا بك. شكرا جزيلا سي جمال. شكرا لكم جميعا على قبول دعوتنا، كما نبهني احد الاساتذه الكرام على قبول دعوتنا لمناقشه هذا الموضوع الهام. انتم كذلك مشاهدينا الكرام كما جرت العاده على ذلك بامكانكم التعقيب على مجريات النقاش الدائر في الاستوديو عبر الرسائل الهاتفيه القصيره على الرقم الماثل امامكم على الشاشه 18. ابدا بك سي عياش. في اوساط المهنيين كيف تلقيتم ما وقع خلال الايام الاخيره في علاقات المغرب مع الاتحاد الاوروبي؟ فاللي وقع هذه الايام، هذه 48 ساعه ولا نقولوا 3 ايام، فهناك واحد سوء تفاهم اللي هو حصل ما بين الشركاء، يعني ما بين المغرب وما بين الاتحاد يعني الاوروبي، واللي حقيقه هناك كان تصريح ما نقولش انا بانه شديد اللهجه، لانه هذا سوء التفاهم تيحصل في جميع يعني العلاقات سواء تجاريه او غير تجاريه. هناك بعض هذا سوء التفاهم ماشي وليد اليوم، فهو كاين واحد العدد ديال الاسئله اللي المغاربه تيطرحوها، وكذلك لانه هذه الاتفاقيه يعني اتفاقيه تجاريه وواحد الوقت كبير اللي قضيناه باش نوقعوها، لانه ما خصناش نساو بانه الاتفاقيه راه ماشي وليده اليوم، فهي اتفاقيه اللي تقريبا قبل منها كانوا علاقات، وتقريبا هذه العلاقات راه اكثر من 50 سنه اللي هذه العلاقه كاينه. هذا الاختلاف فين موجود؟ هو موجود بانه بعض التصرفات مع كل اسف ديال بعض ماشي الشركاء، وهذا الشيء اللي حقيقه خصنا نوضحوه. هناك بعض الفرق اللي هي مره تيعملوا واحد البلاغات اللي تتسيء يعني لنا، وبالخصوص يعني بلاغات اللي هي تتبتعد على الروح ديال هذه الاتفاقيه اللي هي خصها تبقى في المجال ديالها يعني اقتصادي. وهذه البلاغات يعني تتجه يعني المسائل اللي نقدر نقول بدون تردد سياسيه، تتمشي حتى تطعن في بعض المسائل اللي هي بالنسبه لنا جوهريه الى اخره. ومن جمله نعطي غير مثال باش ما نخليه، باش من بعد غادي ندوزوا لحاجه اخرى. نعطي مثال واحد اللي حقيقه يعني خلق هذا سوء التفاهم. هذه واحد السنه يعني واحد الطرف الاخر يعني قدم واحد دعوه، واحد شكايه بوليزاريو، يمكن نهضروا بكل صراحه، باش حاول باش يوقف هذه الاتفاقيه، ولا على الاقل كان بغى يحددها في بعض المناطق دون اخرى. هذا مساله يعني ماشي ما تقبلناهاش منذ البدايه، ولهذا يعني اتجهنا يعني وكان هناك قرار
حكم في البداية، وحنا اتجهنا كذلك الفرقاء يعني يعني الأوروبيين، وكذلك هناك طرف مغربي اللي اتجهنا باش نقدنا فيه وطعنا فيه، ولله الحمد. هناك في الأخير نرجعوا للتفاصيل. إذا غير باش نوضحوا هذه المسائل ماشي وليدات اليوم، هناك واحد النوع ديال سوء التفاهم، ومن بعد غادي نرجعوا باش نشوفوا كيفاش هذا الشيء مستمر. أكيد أشير فقط إلى أن الدعوة وجهت كذلك لوزارتي الخارجية والتعاون والفلاحة والصيد البحري وسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط لتنوير الرأي العام والحضور معنا في هذا البرنامج، إلا أنهم اعتذروا عن الحضور. أستاذ قاير، بغيت نعرف بشكل مقتضب قراءتك أنت لما وقع خلال الأيام الأخيرة. غير باش نوضحوا الاشكاليه المطروحه في اطار ونوضعها في السياق ديالها. الازمه الحاليه اللي عاشتها العلاقات المغربيه الاوروبيه كتندرج في اطار جبهة جديدة نسبيا للصراع مع خصوم الوحدة الترابية، مع جبهة البوليزاريو بشكل خاص، والتي تسعى إلى رفع أطروحة استغلال الموارد الطبيعية على الساحة الدولية، خصوصا منذ سنة 2007 وطرح المغرب لمقترح الحكم الذاتي وفشل مطالب جبهة البوليساريو بتوسيع دائرة اختصاصات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. بالتالي فالصراع الدائر اليوم هو صراع عميق يهم عمق السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، على اعتبار أن محاولات البوليزاريو سواء من خلال الدعوة التي كانت قد رفعت أو الطعن الذي تقدم به المغرب فيما بعد تستهدف إلى التمييز ما بين الأقاليم الجنوبية وأقاليم شمال المملكة في إطار اتفاق الشراكة الفلاحي ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذه الأزمة الحالية لديها جوانب متعددة، هي بطبيعة الحال تشكل ارتدادات لتصريحات مسؤول أو مفوض أوروبي في مجال الطاقة، والذي اعتبر بأنه على الاتحاد الأوروبي أن يلتزم بما سماه منطوق قرار محكمة القرار الاستئنافي للمحكمة الأوروبية. ولكن في العمق هناك كذلك اعتبارات ذات طبيعة سياسية تهم ضغوط خصوم الوحدة الترابية، والذين يريدون أن يعطوا لمنطوق حكم الاستئناف معنى يجعل من الأقاليم الجنوبية منطقة خاصة وذات خصوصية على مستوى التعاقدات الدولية. أريد الإشارة فقط في هذا السياق على أن الأطروحة ديال جبهة البوليساريو ترتكز على محاولة تشبيه حالة الأقاليم الجنوبية بمجموعة من الأقاليم المتنازع عليها دوليا، والتي تسمى بالمناطق الغير متمتعة بالحكم الذاتي، والتي على أساسها تلزم الأمم المتحدة الدول المكلفة بإدارة هذه الأقاليم بالاستشارة مع الساكنة المحلية وطلب ترخيصها لاستغلال الموارد الطبيعية، في حين أن الحالة المغربية تختلف بشكل كبير عن هذا الواقع، على اعتبار أنه على الخصوص منذ سنة 2000 لم نعد داخل مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة نناقش مسألة الوحدة الترابية من منطلق تصفية الاستعمار، بل انتقلنا إلى مسلسل تفاوض سياسي بأفق تسوية سياسية ما بين الأطراف، وأخذ النزاع طابعا إقليميا. في هذا الإطار هناك أطراف متعددة وليس فقط جبهة البوليساريو، الجزائر، موريتانيا، وبالتالي هناك حيثيات قانونية يجب الإشارة إليها في هذا السياق، يمكن أن نعود لها بعد ذلك. قبل ذلك نسولك سي نوفل المعمري، هل تتفق مع من يقول بأن ربما هذه الأزمة يعني تم طيها تم تطويقها بسرعة، أم أن ربما الارتدادات ديالها غادي نشاهدوها يعني في قادم الشهور والمحطات؟ ويمكن السؤال كيحيل على الطبيعه ديال اللي شهدت اللي بصمت العلاقه المغربيه بالاتحاد الاوروبي يمكن طيله 5 أو سنوات الاخيره، يعني باستثناء واحد المده اللي هي طويله منذ 63 مثلا، النقاش اللي بدا ما بين المغرب وما بين المجموعه الاوروبيه، اتفاقيه اول اتفاقيه اللي تم توقيعها في 69، من بعد طلب ديال الانضمام اللي كان قدموا المغرب في 85، اعلان ديال برشلونه 95، اتفاقيه اللي تم تفعيل فيها الاعلان ديال برشلونه في 2000. يعني في هذه 10 سنوات او 7 سنوات الاخيره يمكن العلاقه المغربيه مع الاتحاد الاوروبي شهدت واحد النوع ديال التذبذب، واحد النوع ديال المد واساسا بعد ما المغرب يعني منح له الوضع المتقدم. الوضع المتقدم طبعا. احنا بالنسبه لنا التجليات ديال هذه الازمه هي شهدناها في هذه السنتين الاخيرتين،
أشار الأستاذ قبل قليل هو القرار ديال المحكمة العدل الأوروبية في مرحلة ابتدائية. خرج المغرب والاتحاد الأوروبي بلاغ مشترك، مشينا حلينا الإشكال بشكل قضائي وتبعنا الملف بشكل قضائي في المرحلة الاستئنافية. جينا الآن هذه الأزمة هذه بلاغ مشترك ما بين المغرب وما بين الاتحاد الأوروبي كذلك من بعد. هذا كيعطي واحد النوع ديال الانطباع يمكن عبر عليه حتى العزيز أخنوش الوزير ديال الفلاحه والصيد البحري، عبر عليه بشكل واضح، حيث اعتبر انه اليوم العلاقه ما بين المغرب وما بين الاتحاد الاوروبي هي واحد العلاقه اللي خصو يشهدها واحد النوع ديال الصراحه، واحد النوع ديال الوضوح، واحد النوع ديال الاستقرار المختلف الفاعلين، لانه ما كاينش فقط الفاعل الاوروبي سواء المالي او الاقتصادي او الفلاحي، كذلك هناك فاعلين الماليين والاقتصاديين المستثمرين المغاربه اللي خصهم يشهدوا واحد النوع ديال الاستقرار اللي غادي يمكنهم انهم يستثمروا في هذا المجال هذا بشكل مطمئن. حنا بالنسبه للعلاقه اليوم هي علاقه اليوم مفتوحه على افق جديد. المغرب اليوم خصو يستغل اللحظه ديال النقاش اللي موجود داخل الاتحاد الاوروبي لتخليد الذكرى ديال 25 سنه على التوقيع ديال اتفاقيه ديال معاهده ماستريخت اللي بموجبها تم انشاء ديال الاتحاد الاوروبي. اليوم المغرب خصو يكون جزء من هذا النقاش هذا ويدفع في اتجاه ديال انه يعيد العلاقه ديالو مع الاتحاد الاوروبي بشكل اللي تكون علاقه مستقره، علاقه تضمن المصالح ديال الطرفين ديال المغرب وديال الدول ديال الاتحاد الاوروبي، اللي ما تكونش فقط علاقه فيها واحد النوع ديال رؤيه افقيه، بقدر ما انه يكون فيها واحد النوع ديال العلاقه فيها النديه، فيها المساواه، فيها الجميع كيجلس على طاوله واحده. حنا بالنسبه لنا في هذه اللحظه هذه كنظن انه هي لحظه تاريخيه بالنسبه للمغرب. يمكن سي عثمان ذكر على السياق ديال هذه الازمه هذه، كنظن انه السياق ديال الدخول ديال المغرب الاتحاد الافريقي اظن انه ازعج العديد من اللوبيات الماليه والاقتصاديه في اوروبا. هذا العدد الكبير ديال الاتفاقيات اللي تم توقيعها ما بين المغرب خارج الاطار ديال الاتحاد الافريقي مع الدول الافريقيه، واللي هم استثمارات كبرى تهم التنميه ديال افريقيا وتهم انعاش الاقتصاد الافريقي، اظن انها استفزت الى حد كبير اللوبي الاقتصادي داخل اوروبا اللي كان كينظر لافريقيا واحد المستعمره تاريخيه خصو يبقى ينهب الثروات ديالها. اظن انه هذا التحرك الاخير ما يمكنناش نفصلوه على الدخول ديال المغرب من البوابه الواسعه. الاتحاد الافريقي هو جزء من هذا الصراع، يمكن عثمان راه تكلم عليه، اشار له انه كاين بوابه اخرى، هو جزء من هذا الصراع اللي هو كاين صراع ما بين لوبيات تم الترجمه ديالو للاسف على مستوى السياسي من خلال السؤال اللي طرحته المجموعه ديال الخضر الاوروبيه، واللي هو اللي فجر الملف. يمكن غادي نتكلموا على فيما بعد حول التصريح ديال المفوض الاوروبي للمناخ والطاقه اللي هو اللي الحقيقه هو اللي فجر وكانت الاشاره ليه بشكل يعني ضمني في البلاغ الاول. السي المرزقيوي، في هذا التواتر الازمات اللي تكلم عليها السي الوعمري، في نظرك انت شنو هو السبب يعني في تواتر هذه الازمات خلال السنوات الاخيره بين المغرب وشريكه الاوروبي؟ انا اعتقد بان الازمه الحاليه هي نتاج لموضوع وقضية أساسية جوهرية. بدأت البوليساريو ومن يدعمها من بعض الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية تتنامى وتزداد على المستوى الدولي، وهي قضية استغلال المغرب للموارد الطبيعية لأقاليم الصحراوية المغربية، بحيث أن البوليساريو ومن خلالها الجزائر وجنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى وكذلك حتى الاتحاد الإفريقي الذي يدعم هذا الطرح يؤكدون على المستوى الدولي على أن المغرب لا حق له في استغلال هذه الثروات الطبيعية، وأن قواعد القانون الدولي لا تسمح للمغرب بأن يقوم بهذه العملية. وأنا في الحقيقة أود أن أؤكد على هذا الأمر بالضبط، لأن الأزمة الحالية ما هي من وجهة نظري إلا تلك القطرة التي أفاضت الكأس، لأن هناك مشكلة خلفية وقضية أساسية خلفية يجب أن نتحدث عنها بكل شفافية وصدق ووضوح، هي مدى قانونية طبقا لقواعد القانون الدولي، مدى مشروعية استغلال المغرب للثروات الطبيعية في الصحراء، سواء تلك الثروات
غير المتجددة مثل الفوسفات والمعادن الأخرى، أو الثروات المتجددة التي هي عادة الموارد السمكية في الشريط الساحلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة لأقاليمنا الجنوبية. وأود أن أقول هنا بالضبط بأن هناك منذ حوالي 2008 2007 هناك حملة شعواء تشن على المغرب من قبل بعض منظمات المجتمع المدني التي يمولها البوليساريو وتمولها الجزائر خاصة في أوروبا. هناك جمعيات معروفة لديها قوة كبيرة وتوغلت بشكل كبير في أوساط المجتمع المدني الأوروبي، خاصة في دول شمال أوروبا وكذلك في هولندا وبريطانيا، ولديها دعم قوي من بعض الأحزاب من أحزاب اليسار في أوروبا وكذلك الأحزاب الخضر بطبيعة الحال. واستطاعت هذه الجمعيات أن تتغلغل في كل أوساط المجتمع في غياب شبه عام للمجتمع المدني المغربي الذي بإمكانه أن يتصدى لهذه الحملة الشرسة التي تقودها هذه الجمعيات على المستوى الأوروبي، خاصة واحد الجمعية معروفة جدا في أوروبا يجب أن نقولها بكل صدق، وتسمى مرصد الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية بين مزدوجتين. هذه الجمعية مشهورة لأنها هي ائتلاف لعدد كبير من الجمعيات من 30 دولة، وتنشط في مختلف مناطق العالم، حتى في أستراليا، حتى في نيوزيلندا، حتى في أمريكا اللاتينية، وفي عدد من الدول الأوروبية، وتبتز بعض السياسيين وبعض رؤساء الأحزاب وتحاول أن تستقطب حتى البرلمانيين الأوروبيين من داخل البرلمانات الوطنية وكذلك من البرلمان الأوروبي نفسه. وبالتالي فهذا المجتمع المدني من وجهة نظري هو الذي أثار هذه الضجة، قلت خاصة مع غياب المجتمع المدني المغربي وعدم تصديه وعدم امتلاكه لوسائل. ترك المجال مفتوحا بطبيعة وبالتالي الحال. حتى المخاطبون الأوروبيون لا يسمعون إلا لهذه الروايات، خاصة أن بعض الحكومات الأوروبية اللي معروفة بحال الحكومة في السويد ولا الحكومة ديال النرويج ولا هولندا هي حكومات شعبية تنصت بشكل جدي للمجتمع المدني، والمجتمع المدني الأوروبي تؤثر عليه هذه الجمعيات نظرا للإمكانيات التي توفر عليها والقادمة من الجزائر من الغاز الجزائري. وأظن أنني أود أن أتحدث بشيء من الإسهاب حول مدى مشروعية استغلال المغرب للموارد الطبيعية في الصحراء، وهذا هو الموضوع الجوهري. أستاذ مجدي ونفصلوا فيه. قبل ذلك نقترح لكم على المشاهدين الكرام غير نذكروا بأبرز المحطات اللي تكلم عليها السي بوعمري قبل قليل اللي عرفتها المد والجزر يعني في علاقات المغرب، وأساسا منذ يعني منح المغرب الوضع المتقدم سنة 2008، وأبرز هذه المحطات على أساس أنه نفصلوا فيها باش نفهموا يعني خلفيات ما جرى خلال اليومين الأخيرين. تابعوا تقرير من إنجاز مريم الرئيسي. بين المغرب والاتحاد الأوروبي علاقات تمتد إلى ستينيات القرن الماضي بمنح الرباط وضع الشريك المتقدم سنة 2008. بعد 8 سنوات من المفاوضات ساد الاعتقاد أن الشراكة بين الطرفين في طريقها إلى التقوية. بعدها جاء توقيع الاتفاق الفلاحي سنة 2010، اتفاق منح عدة امتيازات للطرفين. تطلب الأمر 2 ليصادق عليه البرلمان الأوروبي في فبراير سنة 2012 بعد مساطر طويلة في الأجهزة التقريرية للاتحاد ومصادقة الجانب المغربي. دخل الاتفاق حيز التنفيذ سنة 2013، ولأن وضعية المغرب أزعجت الباحثين عن التشكيك في وحدته الترابية، ناور هؤلاء عبر الضغط لإخراج قرار من محكمة الاتحاد الأوروبي في دجنبر سنة 2015 يلغي جزئيا الاتفاق الفلاحي ويهم الصادرات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما دفع المغرب إلى إعلان اندهاشه من القرار لتقرر المفوضية بعد ذلك الطعن أمام محكمة الاتحاد الأوروبي. وبعد قرار تجميد كل أشكال الاتصالات مع الجانب الأوروبي في فبراير سنة 2016، وبعد مسار قضائي شائك، تلغي محكمة العدل الأوروبية في دجنبر الماضي قرار إلغاء الاتفاق وتعتبر طلب البوليساريو غير مقبول.
قرار المحكمة الأوروبية قوبل بترحيب مغربي، وبدا أن الأمور ماضية نحو الأفضل، إلى أن جاء جواب في نهاية يناير الماضي للمفوض الأوروبي للمناخ ميغيل أرياس كانييتي على سؤال لنواب أوروبيين يفصل المغرب عن صحرائه. وكان لبلاغ المغرب يوم الاثنين الماضي وقع قوي، طالب بتأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي، وذلك عبر طرح عدد من الملفات التي ينكب عليها المغرب، وكان له الانفراد قاريا في إنجاحها خاصة في مجال الهجرة، وهو ما مكنه من القطع يوم أمس الثلاثاء بالبيان المشترك مع مؤسسة الاتحاد الأوروبي مع أي مناورات للخصوم. وشدد التصريح المشترك بين الممثلة السامية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني والوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الإجراءات المناسبة لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب، وبأن هذا الأخير شريك أساسي للاتحاد الأوروبي. التصريح المشترك جمع بين قطاعي الفلاحة والصيد البحري، فهل هو طي للخلافات أم أن خصوم المغرب سيعاودون السعي إلى إفساد العلاقة بين الرباط وشريكها التاريخي شمالا؟ نقترح عليكم انه نشرحوا للمشاهدين والمشاهدات اللي كيتبعونا هذا الاتفاق الفلاحي، ربما كيعرفوه المهنيين كيعرفوه المتتبعين، ولكن اذا طلبنا منكم يعني على ماذا ينص هذا الاتفاق الفلاحي اللي كما جاء في التقرير يعني دخل حيز التنفيذ سنه 2013 والسعوديه، علاش كينص هذا الاتفاق؟ فالاتفاق في الجوهر ديالو هو تينص على واحد النوع ديال التبادل ما بين القارات بجوج، يعني ما بين المغرب وما بين المجموعه الاوروبيه على في مستوى ديال يعني ديال جوج ديال المواد اللي هي اساسيه للمغرب، وهو قطاع ديال الفلاحه طبعا، وكذلك قطاع ديال الصيد البحري كما تتعلموا. فالتبادل ماشي غير في واحد الاتجاه واحد، فهناك تبادل، هناك تصدير وهناك استيراد. حنا تنصدروا وهما كذلك تيستوردوا او تيصدروا لنا كذلك. هناك مواد بحال الناس يفهموا بحال الطماطم، بحال يعني الحوامض، بحال واحد العدد ديال المواد حنا تنصدروها منذ 50 عام قبل كاع ما يكون هذا من بدايه الاستقلال، يعني تنصدروها بدون مشاكل حتى جات اوروبا، لان اوروبا راه ماشي قديمه، راه جات بدات في يعني في اتفاقيه ديال روما ديال 59، ومن بعد كان فيها 6، وهاد السته ديال الدول معروفه، هي القديمه هي النواه الصلبه اللي راه باقيه، من بعد ولاو 9 12 15 18 الان 27 ولا 28 وراه غاديه وراه زايده. اذا هذاك الاتفاقيه تعاود ثاني ديك عرفات واحد النوع ديال التغيرات، يعني على محتوى دخلنا واحد المسائل مقاييس جديده بحال الحصه، بحال يعني ديك الفتره فاش غادي يمكن لنا نصدروا، بحال واحد النوع ديال الاثمنه، بحال واحد القواعد ديال الفيتوسانيتير الى اخره الى اخره. حاجه اللي غادي ناكد باش الناس نفهموا اكثر علاش هذا النوع ديال النرفزه وعلاش غادي نرجع شي شويه للتاريخ بسرعه وبفتح قوس ونسدوا بسرعه كذلك. هو بانه كما تلاحظتوا وذكرتيها في التدخل ديالكم وحتى بالنسبه ديال الروبورتاج، بانه المشاكل بداو في 2000 تقريبا كما قالوا الاساتذه، وهذه فرصه تنشكرك حضرتينا حنا كممثلين ديال الفلاحه في هذه الوجوه العزيزه ديال يعني مختصين ورجال القانون الى اخره، تنستافد يمكن لك تيقني. اذا بالنسبه بدات هذه النرفزه لانه 2007 بدينا المناقشه، قول 2006 نبداو قول كاع من 2005 بدينا في مناقشات، كنا غادي نوقعوا لا قدر الله في 2007. من بعد جات حكومه جديده 2007، جا وزير جديد يعني في بدايه اخر 2007 2008. اذا رجعنا نعاودوا الاتفاقيه اللي كانت موجده وكان خصها غير نوقعوها. علاش بغينا نراجعوها؟ لانه جا واحد الوزير يعني تيحسن المفاوضات، يعني المفاوضات التجاريه طبعا. اذا راجع كل شيء على اساس بانه خصو يحمي، خصنا نصدروا ما يمكن تصديره، وخصنا نحميو يعني الفلاحه ديالنا المغربيه لانها هي الاساسيه. حنا بلد حقيقه راه تيتطور صناعيا، ولكن تتبقى الفلاحه لانها 40% ديال ستانجيزمون دومبلوا، 40% ديال التشغيل في البلاد ديالنا، و80% في البوادي. اذا وكذلك هاد الناس تيتمعشوا يعني بالفلاحه اللي هي اساسيه، وكذلك حتى الصيد البحري راه عنده اهميته غادي نجيو له من بعد. اذا ملي جا هذا الوزير يعني جا السيد الوزير جزاه الله بخير،
ارجع باش واحد العدد ديال اللوائح تسميهم لي ليست نوار، لي ليست سونسيبل، حتى مطيشه داروها في واحد لا ليست سونسيبل، يعني دوك داك الفواكه الحمراء بحال لافريز بحال داك الشيء. علاش؟ لانه في الاول كنا مهنيين ملي كنا في قبل 86 قبل ما تدخل اسبانيا، ولكن كل مره ملي تتوسع اوروبا تيدخلوا بلدان بطبيعه الحال كيعطوا الاولويه والاسبقيه البلدان اللي هي فلاحيه. اذا هذا الشيء دوك ملي ناقشنا وملي الوزير المسؤول الرئيسي هو ديال الفلاحه يعني توفق وحصل بانه توافق على هذا. وخصني نقول بانه من 2007 حتى ل 2010 التاريخ فاش وقعنا راه المغرب اللي ما بغاش يوقع، ما قابلش ذوك الشروط اللي هما ديالهم. من بعد ملي فاوضنا وقادينا المسائل، كاين كذلك حتى بعض يعني المواد اللي هي مصنعه نسدوا كذلك حتى حنا الحدود ديالنا باش ما تدخلش السوق ديالنا وتهرس لينا هذا التشغيل وتهرس لينا كذلك الاقتصاد ديالنا. ملي توفقنا ووقعنا وصلنا للمرحله ديال 2012 وهو العبور على الطريق ديال البرلمان الاوروبي. وتما كانت واحد النوع ديال نقولوا كاع بدون تردد كانت معركه. وهنا الاخوان راه شاروا لبعض الفرق خضراء، واحد الفرق الى اخره، وراك تعرفوا الخضر كما تيقولوا ذاك الخضر ديال اللي هي ما تنهضرش على ديال هنا، راه سي ان بو لا باستيك ماروكان، راه خضراء من برا وحمراء من الداخل. راك فهمتي اش باغي نقول؟ اذا صافو دير معناه بانه غادي نلقاو منها غير واحد مقاومه. وهذه المقاومه راه باش نقولها لانه هذا برنامج اللي قلت وجهتي الدعوه لواحد العدد ديال الناس، لان هذا برنامج، هذه الحلقه راه سياسيه، راه ماشي فلاحيه باش نكونوا واضحين. والاخوان راه اكدوها الاخوان باقي نرجعوا لهذاك الشيء. الاشكال ماشي تقني، ماشي تقني. هذا الشيء راه ما كاين لا مطيشه لا القرعه لا والو. حنا غادي نجيو نتذكروا هذا مشكل تيهم يعني السياسه، تيهم حدود، وتيهم واحد العدد ديال المسائل. اذا نجحنا 2012 وربحنا هذاك ربحنا هذيك المعركه، وتصوت علينا على القرار اللي تنعتبروه قرار يعني في صالح يعني الشريكين بجوج. ولكن مع كل اسف بداو السياسيه تنغلفوها. مره تنهضروا على حقوق الانسان، والحمد لله البلاد ديالنا راه عندنا حريه التعبير، عندنا حريه واحد الى اخره. انا نرجع معك الموضوع، لانه هناك التدخل ديال الاخوان اللي انا متفق مع الاغلبيه، راه داروا المشكل يعني في القالب ديالو. خصنا نجاوبوا على هذوك الاسئله. راه المشكل ماشي 100% يعني تقني ولا تجاري، هذه مشكل سياسي وخصو يعني يتحل بطريقه سياسيه. ومزيان نشوفوا السيد مرزقيوي باش يقول لنا يعني من وجهه نظر القانون الدولي، باش نكونوا يعني بشكل بسيط. بعض الاطراف في الاتحاد الاوروبي مدعومه باطراف اخرى خارجه، الخصوم المغرب يعني في المجال ديال الوحده الترابيه ديالو، يقولون بانه المنتوجات الفلاحيه اللي كتجي من الصحراء، منتوجات الصيد البحري اللي كتجي من الصحراء، الطاقه اللي غتجي مستقبلا، الطاقه الشمسيه والريحيه من الصحراء، هذه في وجهه نظر القانون الدولي ما عندش المغرب انه الحق يسوقها ولا يبيعها ولا يستغلها. قول لنا السي مرزقيوي شنو كيقول القانون الدولي في هذه النازله؟ نعم، أود أن أشير إلى نقطة أساسية قبل أن نتطرق للموضوع، هو أن المشكل الذي أثير اليوم حول الاتفاق الفلاحي والصيد البحري والاعتراضات التي ظهرت على المستوى الأوروبي ليست بجديدة. وأود أن أشير هنا إلى أنه قبل أن يتم المصادقة على الاتفاق الفلاحي في 2012 كان البرلمان الأوروبي قد رفض المصادقة على هذا الأخوة. هي المعركة اللي تكلم عليها السورية. حتى كان قد رفض المصادقة لأن الجزائر كما قلت مرة أخرى والبوليساريو لديهم صداقات وعلاقات وطيدة جدا مع البرلمانيين الأوروبيين، خاصة على المستوى البرلمانات ديال الدول الأوروبية وكذلك البرلمان الأوروبي. طيب، بمعنى أن هذا المشكل ليس بجديد، فلم يحل المشكل إلا بعد أن أنشئت لجنة من قبل الاتحاد الأوروبي لمراقبة مدى التزام المغرب بانتفاع أو باستفادة سكان الصحراء المغربية من الفوائد
المتحصله من هذا الاتفاق الفلاحي، من العوائد ديال الاتفاق الفلاحي. اذا رجعنا الى القانون الدولي، لابد ان نشير بان المغرب منذ سنة 1963 هو الذي من أحال قضية الصحراء على الأمم المتحدة في إطار ما يسمى بتصفية الاستعمار، لأن إسبانيا كانت اللجنة الرابعة اللي معروفة، وبقى جدول أعمالها إلى اليوم. نعم، إلى اليوم ما زال إلى اليوم في جدول أعمالها طبقا للفصل 11 من الميثاق. والفصل 11 من الميثاق ينص فيه مادتين فقط، المادة 73 والمادة 74. هاتين المادتين لا تتحدثان إطلاقا عن ما يسمى بالموارد الطبيعية، ولكن تتحدث على أن الدول التي تقوم بالإدارة الفعلية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي يجب أن تلتزم بمجموعة من الإجراءات والتدابير، من بينها معاملات السكان، هؤلاء السكان على قدم المساواة مع السكان الأصليين، على أن كل ما يمكن أن يتم التحصل عليه من هذه الأقاليم يجب أن يستفيد منه سكان هذا الإقليم على نطاق واسع، وغير ذلك من الأمور. على أي حال أن هاتين المادتين وضعت مجموعة من الالتزامات على عاتق دولة الإدارة الفعلية لهذه الإقليم. بالنسبة للأمم المتحدة هذا هو الوضع المغرب، ولكن بالنسبة لنا نحن كمغاربة، نحن في أرضنا، نحن في وطننا، لا يعنينا هذا الفصل. طبعا حدثت تطورات على المستوى الأوروبي، على المستوى الأمم المتحدة، ابتداء من سنة 2000 بالضبط، حينما صدر قرار مجلس الأمن ينقل هذا النزاع حول الصحراء، هذا الملف ديال الصحراء، من الفصل 11 المتعلق بأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى الفصل 6 من الميثاق حول حل الخلافات الدولية بالطرق السلمية، بمعنى أن مجلس الأمن قد تراجع وقد تجاوز قضية الاستفتاء وقضية تصفية الاستعمار، وأصبحنا نتحدث عن هذا الملف وهذا المشكل طبقا للفصل 6، لأن النزاع إقليمي ويجب أن يحل بالطرق السلمية، والطرق السلمية معروفة، كاين المفاوضات، كاين التحكيم، كاين الوساطة، كاين القضاء الدولي وإلى غير ذلك. وفي هذا الإطار بالضبط أود أن أشير إلى نقطة على درجة كبيرة من الأهمية، هي أن هناك استشارات قانونية دولية لمستشارين قانونيين على قدر كبير جدا من الأهمية القانونية على المستوى الدولي. مثلا أذكر بالضبط الاستشارة التي طلبها رئيس مجلس الأمن الدولي من مساعد الأمين العام المكلف بالشؤون القانونية، والذي هو سميته السيد هانس كوريل، وهو من السويد، معروف، رجل سياسي سويدي معروف على المستوى العالمي. طلب منه رئيس مجلس الأمن الإفتاء في هذه القضية، هل المغرب له الحق في استغلال هذه الثروات؟ وفعلا جاءت الفتوى، رغم أن هانس كوريل معروف بعدائه للمغرب، وقد نشر عدد كبير جدا من المقالات تعادي الوحدة الوطنية للمغرب. جاء هذا الآخر تيقول له ليس هناك ما يمنع في القانون الدولي دولة مديرة لإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي بأن تستغل جزءا من الموارد الطبيعية أو الخيرات الطبيعية لهذا الإقليم بشرطين. الشرط الأول هو أن هذه العوائد المستخلصة أو الآتية من بيع من هذه الثروات يجب أن يخصص جزء واسع منها للسكان الأصليين. والشرط الثاني هو ضرورة استشارة السكان ديال هذه المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي. إذا بحثنا نحن نجد بأن المغرب يفي بهذه الشروط. نعم. بالإضافة إلى هذا هناك الاستشارة ديال المستشار القانوني ديال الاتحاد الأوروبي لسنة 2009. هذه معروفة، هذه الاستشارة على المستوى الأوروبي، بحيث أن المستشار الأوروبي هذا طرحوا عليه جوج ديال الأسئلة.
هل بوليزاريو لديها الحق في التدخل أو في رفع دعوى في الترافع لوقف اتفاق الصيد البحري، خاصة اتفاق الصيد البحري، لأن البوليزاريو تدعي بأن لديها السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة للمناطق الجنوبية للمغرب. ثم السؤال الثاني، هل يحق للشركات التي تشتغل في هذه المناطق، سواء الشركات ديال المعادن والمناجم أو الشركات ديال صيد السمك، هل يحق لها القيام بهذا؟ أجاب المستشار القانوني للاتحاد الأوروبي بوضوح على أن البوليزاريو لا حق لها في رفع هذه الدعوة، لأنها لا تتوفر فيها مواصفة الدولة، ولا تتوفر لها السلطة الفعلية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لديها الصفة في الترافع، وهذا ربما كذلك هو الذي تم الاعتماد عليه في إلغاء القرار ديال محكمة العدل الأوروبية بإلغاء جزئية الاتفاق. هناك واحد الاستشارة قانونية أخرى دولية تتعلق بالاتحاد الإفريقي. مستشار القانوني للاتحاد الإفريقي هو الوحيد الذي قال كلاما فارغا وترهات وكلام لا أهمية له على الإطلاق، مثل أن المغرب دولة احتلال لمنطقة الصحراء، والمغرب ينهب الخيرات الصحراوية وغير ذلك، ويجوع الشعب الصحراوي إلى غير ذلك. بمعنى أن الاتحاد الإفريقي هو الوحيد الذي يظهر خاصة في الاستشارة القانونية، هو الوحيد الذي أفتى بأن المغرب لا حق له في استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء. طيب مزيان، كنشكرك على هذه المعطيات أستاذ المرزقيوي. غنسولك السي بوعمري، لماذا إذا رغم هذه الآراء يعني وهذه المسائل يعني اللي واضحة، لا زال يعني بعض الاطراف كتعرقل تنفيذ الاتفاق، لان تقريبا ما كدوش يعني مده، يعني ما كيبان عنصر اخر يعرقله او يؤجله وكيخلق حتى البلبله عند الفاعل. يمكن السي احمد قبل قليل قال واحد الجمله اللي هي كتاثر هذه الازمه اللي وقع اليوم ما بين المغرب وما بين الاتحاد الاوروبي اللي تم تجاوزها بشكل نسبي، وانه الخلفيه لما يحدث هي خلفيه سياسيه. وكنظن على انه التعليق الاول اللي كان حول القرار ديال محكمه العدل الاوروبيه في المرحله الابتدائيه منه هو انه من بين ملاحظات اللي تسجلت هو انه القاضي او القضاء اللي بات في ذاك النزيله في المرحله الابتدائيه هو انه تعامل مع اتفاقيه وتعامل مع البوليزاريو بخلفيه سياسيه وليس بخلفيه قانونيه. هذا هو اللي تم وترجم في المرحله الاستئنافيه، اللحظه اللي تم الغاء ديال الاتفاقيه بجزء من الحكم اعتبر على انه جبهه ديال البوليزاريو ما عندهاش الصفه باش تترافع امام المؤسسه القضائيه الاوروبيه، بمعنى انه لحدود هذه اللحظه المعركه هي معركه سياسيه بادوات مختلفه. احنا يمكن من 2010 ل 2015 عشنا المعركه ديال حقوق الانسان، والمغرب يمكن تجاوزها وعيشنا كيف انه الانشاء ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان، كيف انه تخاضت المعركه باش ان المجلس الوطني لحقوق الانسان يتخاض يعني يحصل على الصفه الف داخل مجلس حقوق الانسان، وكيف انه يولي يعني يصبح مخاطب اساسي لدى المفوضيه الساميه لحقوق الانسان باش اننا نشدوا الباب ديال المطلب ديال التوسيع ديال مهام من الرسول لتشمل مراقبه حقوق الانسان، وكانت هي الغطاء من اجل نزع السياده المغربيه على المنطقه هذه. اليوم من بعد ما فشل البوليزاريو، فشل الجزائر، اللوبي المساند لهذا الطرف، فشل في المعركه ديال حقوق الانسان، الان حنا غادي ننتقلوا واحد المعركه اخرى اللي هي المعركه ديال الثروات الطبيعيه، غادي نعيشوا فيها واحد 5 سنين او 6 سنين الى حين انه يتم افشال هذا المخطط، وغادي نعيشوا كذلك مرحله اخرى، صفحه اخرى. حنا يمكن الجوهر الاساسي اللي كاين في هذا الملف واللي كيتم الاستناد له حتى في النقاش اللي يطرحه النواب اللي كينتموا للمجموعه ديال الخضر الاوروبيه، هو انه طلبوا من الاتحاد الاوروبي يلتزم بالماده 3 والماده 21 من الاتفاقيه ديال ماستريخت اللي هي كتنص على ضروره ان الاتحاد الاوروبي يحترم الميثاق ديال الامم المتحده، وشاروا الماده 11 وشاروا ان الملف هو مطروح لدى اللجنه الرابعه. كانوا انه من اهم الاختلالات اللي اليوم المغرب خصو يتم معالجه ديالها ولا خصو يعالجها داخل الامم المتحده، هو انه ما يمكنش هذا الملف يتناقش لدى مجلس الامن وفي نفس الوقت كيتناقش لدى اللجنه الرابعه، راه ما يمكنش. هذا واحد الوضع راه غير طبيعي، وضع غير سليم. هاد الاطراف هادو ولا حتى ذاك المفوض الاوروبي ديال المناخ وديال الطاقه والمناخ هو انه السند فعلا لان الملف كيتم مناقشه ديالو في اللجنه الرابعه، والجميع
كيتغافل على انه الملف اليوم داخل في واحد المسلسل ديال التسويه السلميه هذه اكثر من 15 سنه، ومدرج ضمن الماده السادسه من الميثاق ديال الامم المتحده، اللي هو يعني كيحل او كيناقش الملفات المشابهه في اطار ديال المحاوله ديال ايجاد حل سياسي. بمعنى انه الاشكال العميق اليوم اللي خصو يتم المعالجه ديالو باش نفضيو مع المشاكل هذه كلها، سواء ديال حقوق الانسان او ديال الثروات الطبيعيه او اي مشكل مستقبلا، وانه داخل الامم المتحده خصنا نحسموا مع الامم المتحده، خاصه انه اليوم كاينه تغييرات جذريه كنظن داخل الامم المتحده. يمكن كاين الامين العام جديد، ويمكن في حلقه هذه وفي حلقه مستقبلا يمكن نتكلموا عليه، وانه كاين تغييرات اساسيه مهمه. المغرب خصو يستغل هذه اللحظه هذه اللي كتعيشها الامم المتحده ويحسم. هذا ملف مدرج ضمن الماده السادسه من ميثاق الامم المتحده، خصو يتناقش وفق هذا الاطار، بناء على هذا المعطى، بناء على هذا المعطى، وينعكس وغادي ينعكس على مختلف المستويات، سواء داخل الاتحاد الاوروبي او داخل الاتحاد الافريقي او في اي يعني منظمه اقليميه او دوليه. كنظن انه الاشكال هو في جزء كبير منه في هذا الاتجاه هذا. حنا يمكن عشنا يعني كما قلت قبل قليل معركه ديال حقوق الانسان، وكان المجلس الوطني يلعب دور. اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي كنظن في الموضوع ديال الثروه الطبيعيه راه خصو يكون عنده دور. هذه هيئه من هيئات ديال الحكامه، مؤسسه وطنيه مستقله، تقريبا نفس المعايير التي تنطبق على السندياش على المجلس الوطني لحقوق الانسان تنطبق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كنظن انه جزء كبير من الدور اللي لعبوا المجلس الوطني لحقوق الانسان في الموضوع ديال حقوق الانسان، خصو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه اللحظه هذه انه يتحرك قبل ما تتراكم الملاحظات حول المغرب في هذا الموضوع، من اجل انه يسد هذا الباب ديال الموضوع ديال الثروه الطبيعيه. كان تقرير هذه 3 سنوات أو 4 سنوات اعتبر أنا ذاك استشرافي فيما يتعلق بتشريح الوضع اقتصاديا واجتماعي في المنطقة ديال الأقاليم الصحراوية. كنظن أنه اليوم خص المجلس الاقتصادي والاجتماعي يلعب دور أساسي في العملية ديال التدبير أو المشكل ديال الإشكال ديال الثروة الطبيعية. كنظن أنه اتفاق ديال الصيد البحري يعني سد هذا الباب، بحيث أنه نص بشكل واضح على أنه المنطقة أو الساكنة ديال المنطقة كتستافد تقريبا من الثلث ديال العائلات من العائدات ديال اتفاق الصيد البحري. اليوم في هذا الاتفاق ديال التبادل الزراعي، المغرب في هذه اللحظه ديال الازمه كنظن او في التجديد ديال هذا الاتفاق مستقبلا خص يحاول انه يطرح ما امكن مختلف النقاط باش نشدوا اي تاويل سياسي النص اللي هو نص قانوني. على قصير ابو عمري باتفاق الصيد البحري هناك وجهه نظر تقول بانه ربما المغرب اخطا عندما قبل التعديل يعني في اتفاق الصيد البحري اللي على اساسه يعني الاطراف الاخرى اشتغلت لتعديل يعني الاتفاق الفلاحي. ما عرفت واش هذه القضيه صحيحه ولا ما صحيحاش. أعتقد على أنه بالإضافة للعناصر اللي قدموا الأساتذة، احنا أمام سؤالين أساسيين: ما مدى أحقية المغرب في استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في الأقاليم الجنوبية، وما مدى أحقية جبهة البوليساريو في تمثيل ساكنة المنطقة. إذا رجعنا للمعايير الأممية، كان في 2015 طلب في تقرير ديال الامين العام للامم المتحده اشاره الى ضروره الاخذ بعين الاعتبار لمساله الثروات الطبيعيه. قرار مجلس الامن سنه 2015 اشار الى ذلك وتضمن واحد التوصيه اساسيه بالنسبه للمغرب لاخذ بعين الاعتبار مساله الثروات الطبيعيه ووضع استفاده ساكنه المنطقه ضمن اولويات تدبير هذه العائدات الماليه. وهنا يجب ان نقف على واحد العنصر اساسي على مستوى المصطلحات. قرار مجلس الامن والمسودات ديال مجلس الامن بشكل عام لا تتحدث بشكل خاص على ساكنه المنطقه، ولا تتحدث عن ما تسميه جبهه البوليساريو بالشعب الصحراوي. وهنا كاين واحد الاختلاف كبير على اعتبار اننا بصدد مصطلحين: الاول عنده طبيعه قانونيه، والآخر عنده طبيعة سياسية قابلة للتنطيط على حساب الأهواء السياسية والمصالح السياسية ديال جبهة البوليساريو. وإلا خدينا الجانب ديال ساكنة المنطقة، يمكن أن نستخلص بأن كما قال الأستاذ كاين آليات لاستشارة الساكنة المحلية من خلال الهيئات المنتخبة والتي تعبر عن مصالح وعن رأي الساكنة. إضافة فقط لما قاله الأستاذ بخصوص وضع الأقاليم الجنوبية. بطبيعة الحال
في الأنظمة ديال الأمم المتحدة الأقاليم الجنوبية هي مدرجة ضمن لائحة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولكن وجه الاختلاف مع مستعمرات في العالم، إذا خدينا على سبيل المثال جبل طارق، هناك اختلاف كبير على اعتبار أن الأقاليم الجنوبية لا تعتبر بأنها مستعمرة، على اعتبار أن المغرب الذي يتكلف بإدارة هذه المنطقة هو يتكلف بإدارتها بقوة الواقع، ولم تسند له الإدارة من طرف هيئة الأمم المتحدة منذ أن سحبت إسبانيا إدارتها لهذه المنطقة. وبالتالي فهناك تمايز كبير ما بين وضعية الأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي والتي تشكل حالات لمستعمرات على المستوى العالمي، ووضعية الأقاليم الجنوبية التي كما قلنا قبل قليل خرجت من نطاق تصفية الاستعمار إلى نطاق حل نزاع إقليمي بأفق سياسي ما بين مجموعة ديال الأطراف. إضافة أخرى بخصوص أحقية جبهة البوليساريو في الترافع وأحقية المغرب في استغلال الموارد هو الرأي القانوني الذي كان قد صدر عن البرلمان الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري. كان الهدف سابقا هو أن حتى ولو قبل الاتحاد الأوروبي بتوقيع هذا الاتفاق أن يتم تدبير العائدات المالية بمعزل عن المغرب، وبالتالي أن تتكلف إما هيئة أوروبية أو هيئة أخرى بتوزيع أو تدبير العائدات المالية التي تعود للمناطق الجنوبية بطبيعة الحال. وهذه هي الفكرة الأساسية، لأنه هذا الصراع المثار حول تدبير الموارد الطبيعية يستهدف في العمق تدويل التدبير والإدارة المحلية للأقاليم الجنوبية، وبالتالي سحب السيادة عن المملكة المغربية. هذا الرفض ديال المغرب تم تأكيده كذلك من طرف الهيئة الأوروبية سنة 2013 التي اعتبرت بأن المغرب يدبر بشكل جيد هذه الموارد وبأنه يستثمر جزءا كبيرا منها. عنصر آخر يجب أن كانت وجهة نظر الرباط التي تقول بأن مقابل كل درهم يعني من تستفيده من الأقاليم الجنوبية تستثمر أو سبعة دراهم يعني بطبيعة الحال. كاين إضافة أخرى دائما في خصوص أحقية جبهة البوليساريو، كنلاحظوا بأن كاين هناك واحد النوع ديال التناقض ما بين المؤسسات الأوروبية في تدبير هذه المسألة وفي طبيعة تصورها لدور وتمثيلية البوليساريو. الاتحاد الأوروبي كمؤسسة وكتجمع لمجموعة من الدول لا يعترف سياسيا بجبهة البوليساريو، وبالمقابل لا يمكن للمؤسسات القضائية الأوروبية أن تعترف به أو أن تعطيه الحق في تمثيلية ساكنة الصحراء. بالإضافة إلى ذلك فالمحكمة الأوروبية، وهذا واجب على السلطات المغربية، يجب على السلطات المغربية أن تكون حريصة على عدم تدويل هذه الأزمة، وأن لا تعطي للمؤسسات الأوروبية سواء كانت مؤسسات سياسية أو مؤسسات قضائية ما يسمى باللغة الفرنسية لا كومبيتونس انترناسيونال أو الولاية الدولية من أجل أنها تحدد للمغرب من يمثل ساكنة الصحراء ومن لا يمثلها. حتى إذا مشينا بعيد في التحليل على مستوى المسار التسوية الأممي داخل هيئة الأمم المتحدة، نلاحظ لا من خلال الوثائق ولا من خلال سيرورة المفاوضات على أن هناك اعتراف بالبوليساريو كممثل لجزء ولصوت فقط من الساكنة المعنية بالأزمة، وليس ككل ليس كل الساكنة. وبالتالي فهذه العناصر كلها سواء تلك المتعلقة بالوضع والإطار القانوني لأقاليم الصحراء أو المعطيات المرتبطة بمدى تمثيلية وأحقية جبهة البوليساريو في تمثيل الساكنة، كلها تدحض هذه الأطروحات التي تعتبر بأن ليس للمغرب أحقية، بل الأمر هو عكس ذلك. أستاذ المرزقي، قبل ما نجيك السعيش، هناك كذلك من يفسر يعني تواتر هذه الأزمات بكون أن العلاقة ما بين دولة ومنظمة إقليمية اللي هي مثلا في حال المغرب والاتحاد الأوروبي تختلف عن طبيعة العلاقات ما بين الدول، وبأنه حتى بعض المرات ما كيكونش يعني المشكل يعني سياسي مع الأجهزة التقريرية في الاتحاد ولا مع اللجنة الأوروبية ولا هذا، كتكون بعض المرات مشاكل مع بعض الموظفين مع بعض المفوضين في قطاعات معينة،
وكذلك تتحكم في في سياسه الاتحاد الاوروبي، تغير الاغلبيات، تغير الاشخاص. واش متفق انت مع هذا الطرح بانه المشاكل مرشحه على حسب ما كنتعاملوش مع دوله واحده بحكومه ومؤسسات تشريعيه؟ صحيح، هذا ممكن من الناحية الواقعية، بمعنى أنه قد يكون هناك بعض الأشخاص نافذين أو بعض الأجهزة التي يسيطر عليها بعض الاتجاهات، وهذا الشيء كاين معروف، وهذا كان قد ظهر لنا حتى من خلال الآليات ديال الاتحاد الإفريقي التي كانت مثلا دلاميني زوما التي كانت تسيطر على المفوضية الإفريقية، وكانت كل القرارات تخرج من هذا ضد المغرب. نفس الشيء يمكن على المستوى الأوروبي. أنا قلت لكم قبل قليل بالنسبة للبرلمان الأوروبي، البرلمان الأوروبي رغم أن المغرب لديه مجموعة صداقة مع البرلمان الأوروبي نشطة، رغم ذلك فإن هناك عدد كبير جدا من البرلمانيين يعادون الحقوق المغربية في الصحراء والوحدة الوطنية للمغرب، وذلك بسبب كما قلت المجتمع المدني الذي تدعمه البوليزاريو والذي تموله الجزائر في أوروبا. بالنسبة أريد أن أعود إلى الأحكام ديال المحكمة. أنا الحكم ديال المحكمة الأول، الحكم الابتدائي، أنا بكل صدق إذا أردنا أن نتحدث بكل شفافية وبكل وضوح وصدق، أحمل المسؤولية للمغرب في صدور الحكم بتلك الطريقة الأولى الذي ألغى جزئيا الاتفاق الفلاحي بالمغرب. علاش؟ لماذا؟ لأن البوليساريو حينما قدمت هذه الدعوة هي نفسها لم تكن تطمح إلى أن يصدر الحكم بهذا الحدة وبهذه الحمولة. هي بوليساريو كانت لديها هدف وغرض واحد، هو أن تحصل من الاتحاد الأوروبي على أنها هي الممثل الشرعي والوحيد بين مزدوجتين للشعب الصحراوي، بمعنى أنها تتكلم أن تقبل دعواها شكلا، أن تقبل دعواها شكلا. فإذا حصلت على هذا الأمر فإن البوليساريو آنذاك تكون قد حققت مبتغاها. وفي الواقع نرى بأن الاتحاد البوليساريو قد حصلت على أكثر مما كانت تأمل وعلى أكثر مما كانت تطالب به، بمعنى أنه كأن المغرب قدم لها هدية. علاش؟ لأن المغرب كان ينظر إلى هذا المشكل على أنه مشكل بسيط، وأن الغرفة الابتدائية ستحكم لصالح المغرب، ولم يقدم المغرب أي حجج ولا أي دعم ولا أي شيء من هذا القبيل ليكون الحكم لمصلحته. أما بالنسبة للحكم الثاني أو الحكم الاستئنافي الذي صدر في دجنبر 21 دجنبر 2016 مؤخرا، فإنني أقول بكل صدق إنه حكم غامض يتضمن عددا هائلا من النقط التي يمكن أن نناقشها. بوليزاريو تصفق وتحتفل بأن الحكم كان لصالحها، ونحن في المغرب كذلك نقول بأن هذا الحكم لمصلحتنا، وخا في حين أن هناك من يقول بأنه ونصف ربح ونصف خسارة. مشكل موضوعي. أنا كباحث مستقل جامعي مستقل من حقي أن أقول الحقيقة لتنوير الرأي العام. طبعا منطوق الحكم يتعلق بمدى أحقية البوليساريو في تقديم الدعوة. هنا نحن أنصفتنا المحكمة، قالت لك أن البوليساريو ما عندهمش الحق يقدموا هذه الدعوة، ولكن ما هي الحيثيات التي اعتمد عليها المحكمة في إلغاء هذا الحكم الابتدائي الذي صدر لمصلحة البوليساريو؟ هناك حيثيات خطيرة يتضمنها هذا الحكم. من بين هذه الحيثيات الخطيرة التي يتضمنها هذا الحكم هو أنه يقول بأن البوليساريو لا مصلحة لها في رفع الدعوة لسبب أساسي. هذا السبب الأساسي يتمثل في كون أن المناطق الصحراوية غير مشمولة أصلا بالاتفاق الفلاحي. طبعا من وجهة نظري أنا كباحث أرى بأن هناك نصر فعلا للمغرب، ولكن قد تستغل هذا الأمر البوليساريو. هناك جهات رمادية في الملف فعلا. أضيف إلى ذلك الاتحاد أو حكم المحكمة أو المحكمة نفسها، أرى بأنها أرادت أن تتجه اتجاها وسطا أو أن تتخذ موقفا وسطا
ورفضت الدخول أو الخوض في التفاصيل، لأن المحكمة ومن خلالها الاتحاد الأوروبي يقولون بأن هذا الملف أمام هيئة الأمم المتحدة ولا دخل لنا فيه، ولا دخل لنا فيه، وبالتالي فحاولت قدر المستطاع أن لا تنحاز إلى أي طرف. سي عياش عنده شي توضيح في هذه الفكرة؟ لا أنا ونشير بأن الكونفدرالية كانت نصبت نفسها طرفا مدنيا في الدعوة ضد الدعوة اللي رفعتها البوليزر. أنا مع كل أسف وأنا في هذا الحضور تبارك الله ديال يعني المختصين في القانون الدولي إلى آخره، من بعد غادي رجعنا الموقف ديالنا كفلاحة، لأن احنا بغينا المسائل تكون مبسطة ومفهومة للجميع. الأخ المحترم مرزقيوي السي مرزقي رشيد، سي رشيد، ما نتفقش معك تماما على هذا الشيء اللي قلتي. احترمت كاع داك الشيء اللي قلتي من الأول، حتى لهذا التدخل ديالك الآخر ما فهمتوش، يعني فيما يتعلق بالحكم ديال لأنه إلا جيت نسمعوا بحال خسرنا القضية، بحال إلا هذا الشيء الله لا قدر الله ما عرف تنوض القيامة، هذا الشيء ما شفتوش. إلا تنهضروا على هذه القضية اللي تنهضروا عليها دابا، أنا ما بانت لياش. أنا اللي تيهمني كل شيء من هذاك الشيء كان حكم في البداية وكاين حكم في النهاية. الحكم في البداية ما ندخلش مشات واش هذاك الشيء المسائل، لأنه كاع داك الشيء اللي قلتوا الإخوان والسي نوفل إلى آخره والأخ عثمان متفق في الأول، لأنه متفق داك الشيء باش المغاربة يفهموا إلى آخره، ولو بأن واحد الوقت جاب لي الله حنا ما تناقشوش الاتفاقية ديال الفلاحة وديال الصيد البحري، حنا موجودين في اللجنة الرابعة ديال الأمم المتحدة متفقين، ما كاين مشكل، حنا فهمنا. ولكن هذه راه اتفاقية تجارية ديال البيع والشراء. اما حنا ملي وقع ذاك الحكم الاول، اش تيقول الحكم الاول؟ بغى يحد المغرب في واحد البلاد، واحد داك الشيء الاخر تيقول لك انا ما يعني ما متفقش، خص نراجعوا ونديروا ونعملوا، وداك الشيء دار حسب المقاييس ديال هذاك الشيء. وتنشكرك اللي شرتي لواحد اللوبيات اللي كبيره، ولو حتى حنا راه حاضرين بطريقتنا، وكاين الناس اللي هما وكاين مسائل اللي تدار في الكواليس بلا ما نخرجوا، لانه حتى اللوبيزم راه عنده قواعد، فهمتيني؟ ولا هذا غادي نرجعوا الا بغينا نعملوا، ولكن رجع يعني الجوهر ديال الموضوع. هاد الناس هادو الاعداء ديالنا حطوا دعوه باش يلغيو، ولا على الاقل جزئيا يلغيو ويعدلوا كما بغاو على المقاس ديالهم. طبعا شكرا تتقول مدفوعين بمن الى اخره، ما ندخلش في التفاصيل. دونك دارت المحكمه اللي دارت بواحد السرعه، يعني وحنا ماشي كنا غافل، ماشي ملي تنهضر ما تنهضرش باسم الحكومه. الاخوه اللي تيمثل الحكومه جاوش، انا ماشي مسؤول عليهم، مسؤول عليهم رئيس الحكومه، هو من تحت السؤال علاش ما جاوش، انا ما مسؤولش. لا داك الشيء انت راك هذا نقاش اخر، نقاش اخر صيف لا كتب، لانه راه جوج وزارات اشرت ليها. اذا تحملوا كل واحد يتحمل مسؤوليته، وهاد الوزارات راه ماشي مستقلين، راه عندهم رئيس. حتى السؤال كيفاش خصو يتحط. هذه من جهه. ثانيا هناك عاود برلمان، راه برلمان اللي خصو يواجه برلمان، ماشي انا فلاح. اش بيتينا انا نزبه لي نمشي الى اخره. نرجع الله يرضي عليك السي الاستاذ المحترم، تتقول بانه الاول وبعدوك بيربحوا داك الشيء، يديروا اللي يعجبوا، راه غدا يمكن تجيك دعوه اخرى، وكاين دعوه راهم يمكن جايين حنا ما شايفينهمش، واللي بغى يدعي يدعي. وكاين الحمد لله المحاكم، واش حنا هربنا الناس، حنا هربنا من المحكمه، مشينا حتى حنا واجهنا. وعلاش حنا ملي اتجهنا باش نلغيو الحكم مع الاخوان اللي هما ساندونا دول كبرى، يعني دول ديال النواه الصلبه ديال الاتحاد الاوروبي اللي بدا في 59 والتور دو تريتي دروم. دونك هذوك الناس كاع كانوا في جنبنا، ولانه هادو اللي تيضربوا راه ماشي اللي تيهمهم الامر كما صرحتيها، وجزاك الله بخير. الناس ما تيهمهمش، ما تيبيعوا ما تيشريوا، وماشي المسؤولين الاولين. المسؤولين الاولين ديالهم لا تصرف ما كاينش. راه الميت كاع انا ما نجاوبوش كاع، ما نديهاش فيه كاع. علاش بيتينا كما قال وزير الفلاحه نبدا نتابع انا في المحاكم. دبروا راسكم، هذا مشكل اوروبي. اش دخلنا حنا سيدي كاع من هذا الشيء هذا؟ ولكن مشينا حضرنا، وملي مشينا حنا باش غادي نطعنوا، علاش مشينا؟ راه ما مشيناش للمحافظه العقاريه باش تعطينا تيتر فونسيي ولا تعطينا روليفي توبوغرافيك ولا كاداسترال. مشينا قلنا لهاد الناس راه ما عندهمش الحقيقه، والحكم ها هو الاستاذ. لا كاينه الكاميرا توريه الحكم. انا ما ندخلش قال هذا وقالت هذيك وقال الاخر، ماشي شغلي. عندي الحكم ها هو، نقراه باللغه يمكن لك الترجمه. اش تيقول؟ لاري دو تريبينال دو لونيون اوروبيان du 10/12/2015 Front Polisario contre le Conseil est annulé. رفعت الصلاة.
النقطه الثانيه وتصنت الله يرضي عليك مزيان باش ما ندوخوش المغاربه ونخلقوا واحد البلباله وندير الله الفوضى غادي تنوض. اسمح لي يمكن لي نجاوبوا، يمكن لي يبغى يهضر. النقطه الثانيه الله يرضي عليك غير تصنت لي باش نفهموا وتصنت لك وصفقت لك، وانا تنفتخر يعني بهاد العلماء اللي عندنا اللي دخل في هذاك الشيء. انا فلاح، انا بغيت نهضر باسم فلاحه باش يفهموني الفلاحه، ومن بعد نقول لك اش اللي تيهمنا حنا كاع من هذا الشيء كل شيء. النقطه الثانيه لو ريكور دي فرون بوبولار بور لا ليبراسيون د الساقيه الحمراء اي دي ريو اورو، يعني فرون بوليزاريو باش نلخصها، اي ريجيتي كوم ايرسيفابل. يعني هاد الناس دعوه ما معترفينش غير مقبوله كما قالوا انتهى الكلام في الضينه. علاش بغيتينا حنا ندخلوا هذه حنا ماشي في اللجنه الرابعه، نرجع للقلب ديال الموضوع على الحيثيات الاخرى اللي في الحكم، لان الحكم فيه حيثيات. انا لا تيهمني الحكم، واش هذا حكم ولا ماشي حكم، هذا راه في الجريده الرسميه ديال اوروبا. ولكن هذا القرار ديال وزاره الفلاحه وهذا البلاغ راه استباقي، راه ما كاين حتى حاجه. واش شي واحد حبسنا شي كاميو؟ واخا كاين شويه مره، ولكن حنا هذه اللي كنت بغيت نسولك عليها السؤال. احنا وبلاتي غير نكمل لك الله يرضي عليك السي جمال باش نتفضل. انا تنمثل الفلاحه راه مليون وشي حاجه. لا بغيت نسولك وخلينا علاقه مع لا وبلاتي وتنكمل الهضره ديالي الله يرضي عليك. تفضل الله يخليك. تفضل السي عايش. فوالا وانا بعدا عيطت لي راني جيت. لا خليني نهضر. لا بغيت نسولك واش ما كتشوفش بعض المرات كيكون التلاقي ديال المصالح ديال واحد اللوبي يعني فلاحي واقتصادي يعني في اوروبا، كيتلاقوا المصالح ديالهم مع الاعداء المغرب في المجال السياسي، هذوك عندهم مصالح اقتصاديه وهذيك مصالح سياسيه. واش ما كتجيكمش يعني انطباع كمهني ان كيتلاقاو هذه المصالح بجوج هما اللي كيجعلوا هذه الازمات تكونوا مره؟ وانا متفق معك السي جمال، هذه ما لا يختلف عليها اثنان. معلوم هادشي كلشي كما قالوا الاخوان ووضحوها بالطريقه اللي خصها توضح، مساله سياسيه. اش نبداو نتخزنوا مساله سياسيه ولا ملي غادي ندوزو. عرفتي اش تيسميو هذا في واحد اللونغاج بحال الروديو؟ عرفتي الروديو ذاك الماريكان ذاك اللي طالع فوق الطرق خصو يطيح لازم خصو يطيح. حنا تيديروا لك الحاجز من بعد تنحرقزوا على الحاجز، من بعد الثاني والثالث راه حواجز باقيه جايه. واش هذا الاشاعه ديال المغرب تبارك الله اللي نايض في اسمه افريقيا وهاد المسائل واش غادي يصفقوا لنا؟ وقال مع شكون الاخوان اللي قال كاين مصالح سي الاخ كاين شي مصالح. هذه اتفاقيه تجاريه، تنبيع منك وتتشري من عندي، تنبيع لك مطيشات تشري من عندي القمح. ماشي اخويا شغلك واش خلي المسائل تاع حنا راه بلد ديال حقوق الانسان، حنا بلد الى اخره، وندخلوا كاع في حقوق الانسان هذا موضوع اخر. نبقاو في القلب ديال الاتفاقيه، تنبيع عليك مطيشات تشري القمح. انا ملي تنخلصك ما تنعرفش واش الناس ديال هذوك الفلوس فين مشاو وفين دازوا. بغيتي تشوف اخويا الفلوس فين مشاو، اجي نوريوك فين مشاو ونتحاسبوا معاك. شحال كاع تناخذوا من هذيك الارض ومازال ما قصنا حتى حاجه، راه مجمد داك الشيء تنتسناو، راه وقعوا انتخابات نازيه، هاد الناس كاين اللي تيمثلهم الى اخره. ولهذا كاين مشكل ديال تيقولوا ديال التمثيليه، ونقول لك ما ندخلش في الحياتيات كاع داك الشيء اللي تيقولوا على هذا الملف الى اخره. اذا حنا متى نجيو نشوفوا شحال ديال الاستثمارات اللي مشات لهذه المنطقه. راه عندكم الاساتذه الارقام كاين عندك وقولهم. وهاد الناس نتفق معاك ديال اللوبيات واحد العدد ديال المسائل. حنا تنحاولوا كفلاحه نديروا اللي قدينا، ولكن خص كذلك يعني المجتمع المدني اللي قلتيها. وهنا غنتكلموا على السعوديه. لا كاين نقطه مهمه الاستاذ جمال الله يرضي عليك الاخ سي نوفل بيان سور. هضرتي على يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي انا عضو فيه. شرفين. داكور. الوغ هذا يمكن لك ناكد لك الخدمه اللي دار لا تتصور. الملف جاهز مصوب بواحد الطريقه دستوريه يعني مش تشاركيه، راه تنص عليها هذاك الشيء. الملف واجد وداز في جميع المراحل، وتنظن قريبا راه غادي يتعلن. ولكن تتعرف بان هناك اجنده. احنا عندنا افريقيا احنا دخلنا فيها، احنا عندنا كذلك انتخابات راه 2 سنوات ولا 3 اللي دنا بها. ها هو دابا انت سيدي داكور، ها المجلس الاقتصادي ها هو الملف واجد. مع من بغيتي يا سيدي يتذكر واسمحوا لي تبان لك غير المجلس الاقتصادي والاجتماعي صافي بوحدو. مع من غنتذكر اسمي ها هو مصاوب الملف عند السيد الرئيس. وهذه ربما كتجعل التسريع يعني حتى باشتغال البرلمان. اسمح لي نعم السي المزقوي عندك شي تعقيب غير مقتضب. لا ليس تعقيب وانما شرح للمسائل الواضحه فقط. انا قرات قرار المحكمه بتمعن ولعده مرات،
واستخلصت منه كل الحيثيات وكل نقطة بنقطة وعلقت عليها. أنا كاين مسائل ما يمكن لناش نخبيوها، لا بد من الإفصاح عنها، وقد كتب عنها الشيء الكثير من قبل الباحثين المغاربة كتبوا في هذا الموضوع. أنا أولا حينما أقول هذا أنا لا أنشر البلبلة، أنا حينما أقول هذا للإيضاح فقط. أما أنا مواطن مغربي مستعد بالتضحية بنفسي ومالي وعائلتي من أجل أرضي ووطني وصحرائي، هذه ما نتذكروش عليها. نقطة أخرى مهمة جدا، هو لماذا أثيرت البلبلة اليوم في أوروبا لو كان حكم المحكمة لمصلحتنا؟ هذه البلبلة التي تثيرها بعض الدول ولا بعض الأطراف التي أدخلتنا في صراعنا اليوم مع الاتحاد الأوروبي، وأصبحنا نلتقي اليوم وننظم لقاءات مع موغريني وسيناصر بوريطا وغير ذلك. علاش؟ لماذا نتحدث اليوم عن أزمة لو أن الحكم كان لمصلحتنا 100%؟ أنا أقول كان الحكم لمصلحتنا نسبيا فقط ولم يكن 100%. لذلك استغلت تلك الثغرات التي ذكرتها آنفا أو تلك الحيثيات، استغلتها بعض الأطراف الأوروبية، بعض الدول الأوروبية التي لم تعترف إطلاقا بسيادة المغرب على صحرائه، خاصة الدول ديال شمال أوروبا. فهي التي تثير هذه بشكل خاص، هي اللي تثير هذه البلبلة. إذا نتحدث اليوم عن البلبلة لأن فعلا كاين بلبلة وكاين أصوات معارضة للاتفاق الفلاحي الذي عقده الاتحاد الأوروبي مع المغرب في 2012 إلى غير ذلك. ولكن هناك في حكم المحكمة ما يدعو إلى إثارة القلق فعلا. نشوف سي معمر متفق مع هذه النقطة. احنا يمكن النقطة اللي فجرت كما قلنا في البداية هو تصرف البورتاج، هو التصريح ديال المفوض ديال المناخ والطاقة، صحيح، هو اللي فجر هذا الإشكال والسند على واحد الجملة جات في الحكم الاستئنافي اللي هو ديال أن اتفاقية يعني ما دخلاش فيها الأقاليم الصحراوية. هنا يمكن إذا خدينا الحكم ومنا له قراءة سياسية وقراءة قانونية. إذا مشينا في القراءة السياسية غادي نتقاطعوا وغادي نتلاقاو وغادي نلتقيو مع المفوض وغادي نلتقيو مع جمال برويزارو، لأن القراءة اللي عملتها هي الحكم الاستئنافي هي قراءة سياسية. لكن إذا مشينا للقراءة قانونيا ذاك الحكم فيه 4 ديال النقط، وغادي نذكر على النقطة هذه. على أنه جبهة ديال بوليزاريو ما عندهاش الصفة. يمكن الصديق عثمان تكلم قبيل على التمثيلية، من يمثل ما يسمى بالشعب الصحراوي. هل الجبهة ديال بوليزاريو أم أطراف أخرى؟ الحكم لغى الصفة على جبهة ديال بوليزاريو. تكلم قبل قليل الأستاذ رشيد حول المصلحة، وقال الحكم على أنه هذا التنظيم بحكم أنه ما عندوش الصفة راه ما عندوش مصلحة باش ينازع في ذاك الاتفاقية. المسألة الثانية هي لصالح المغرب، يعني هل جبهة بوليزاريو ما عندهاش الصفة باش تتقاضى، ما عندهاش الصفة باش تمثل الشعب الصحراوي، وما عندهاش مصلحة. المسألة الثالثة واللي هي كذلك تكلم عليها أشار السي رشيد، هو المسألة ديال أنه الحكم وضع الملف ديال النزاع المفتعل حول الأقاليم الصحراوية في إطاره السياسي فين خصو يكون. قال على أنه هذا الملف هذا كاين عند الأمم المتحدة، اللي كينازع فيه سياسيا ماشي الأمم المتحدة. أنا هنا كنبوت كجهة قضائية في هذه الاتفاقية، واش اتفاقية محترمة القوانين ديال الاتحاد الأوروبي؟ هل هي اتفاقية محترمة المعاهدة ديال الاتحاد الأوروبي أو لا؟ هنا الحكم قال على أنه هذا اللي باغي يناقش السياسة يمشي فين كيتناقش الحل السياسي اللي هو الأمم المتحدة. المسألة الرابعة اللي هي فين كاين اللعبة دابا، وسمحوا لي الكلمة هذه، فين كاين اللعب، هو أنه الحكم كيقول أنه تكلم على الحكم قال أنه اتفاقية ما كتكلمش على الأقاليم الصحراوية. طبعا ما غتكلمش على الأقاليم الصحراوية. واش أنا مثلا المغرب اللحظة اللي غادي نعمل اتفاقية مع فرنسا، واش غادي نقول اتفاقية هي من طنجة إلى أكادير مثلا إلى قلميم، ولا غادي نقول أنا المغرب بالخريطة اللي هي معروفة عندي واللي هي أنت كفرنسا أو كإسبانيا ولا الدول اللي وقعت على الاتفاقية هذه، يعني ملي كنتقدم لك أنا كجهة في هذه الاتفاقية راه كنتقدم لك بواضح بالحدود ديالي بالسيادة ديالي الكاملة تسمى من طنجة إلى القويرة.
يعني انه الطرف الاخر اللي وقع معك اتفاقيه عارف وواعي على انه السياده اللي كاينه في الاقاليم الصحراويه هي السياده المغربيه. واخا في الاتفاق الفلاحي واش كان فيه شي ما يشير شي فاصله وشي لا هذا؟ ما كانش لانه اللي كان على انه اتفاق ديال الصيد البحري كان بين المملكه المغربيه والاتحاد هذا هو الاوروبي فقط، ما كان فيه لا اشاره لا ما خط، كانش فيه ما إشارة كانش فيه ذاك الخط. لانه هنا فين كاين اللاعب بالحيثيات ديال هذا الحكم، هو انه هذا المفوض اللي تكلمنا عليه قبل قليل هو اسباني، وللاسف زعما التاريخ غريب هو انه هذا السيد هذا نيت هو في 2012 كان يعني قاد معركه باسم الفلاح الاسباني، انه كان وزير ديال الزراعه في اسبانيا، وقاد معركه باش ان الاتحاد الاوروبي يوقع اتفاقيه اللي علق عليها الان. هو الان يعني من بعد 3 أو 4 سنوات يعني كيغير الموقف ديالو باش كان 180 درجه. قلت على انه يعني الاشكال هو هذا، هو انه هذا الحكم واش غادي نعملوا له قراءه قانونيه ولا قراءه سياسيه؟ اذا عملنا له قراءه قانونيه فهو لصالح المغرب 100%، اذا عملنا له قراءه سياسيه راه في التفاصيل السياسيه كاين الشيطان. نعم. طيب ما بقاش لنا الوقت بزاف، ولكن مزيان ملي وضحنا هذه الامور هذه وشرحناها. طبيعه الحال العلاقه ديال المغرب مع الاتحاد الاوروبي يعني مفترض انها غتستمر، يعني لان شريك وعلاقات يعني قويه يعني في مجموعه المجالات. الان اوروبا كما قلنا يعني احتفلت امس بمرور 25 سنه على معاهده ماستريخت اللي هي اللي نشات الاتحاد الاوروبي وانتج عليها عمله الاورو. وهذا الان كنعرفوا اوروبا يعني الوضع اللي فيها وصعود التيارات يعني الشعبويه والتيارات اليمين المتطرف من هنا وهناك، الازمه ديال الهجره، الازمه ديال اللاجئين، الخروج بريطانيا من الاتحاد، زيد تغيرات يعني في القوى الدوليه، ترامب من هنا وغيره. هذا اكيد انه ربما من المفترض انه علاقتنا مع الشريك الاوروبي مرشحه بعد الازمات، وهذا الشيء ننصور كل واحد فيكم وجهه نظره. ماذا يفترض من المغرب يعني يستعد ليه في هذا خضم هذه الفوضى هذه وهذا الوضع هذا باش انه يتفادى ولا يستبق بحال هذه المحطات هذو في علاقته مع الشريك الاوروبي؟ سيغير. اولا انا بغيت نرجع للحكم القضائي باختصار سيغير بشكل جد مختصر. الحكم القضائي، الاتفاقيه الفلاحيه بعلاقه بالحكم القضائي، الاتفاقيه الفلاحيه تتحدث عن تراب المملكه المغربيه، وبالتالي كل واحد كما بغى يفهم تراب المملكه يفهمه. المهم اننا كمغرب كنفهموا التراب الوطني من طنجه الى القويره. هذا بالنسبه لمستوى التسميه وتحديد التراب اللي كتشملوا الاتفاقيه. العنصر الثاني كيهم الحكم القضائي. الحكم القضائي في صيغته الابتدائيه ألغى جزئيا اتفاقية ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفي القانون الدولي وفي قواعد القانونية الأساسية هذا كيشكل واحد النوع ديال تغيير مضامين اتفاق ما بين جهتين دوليتين بدون موافقة طرف آخر، وبالتالي من جانب واحد وبالتالي على المستوى السياسي لا يمكن للمغرب سواء في الماضي أو في المستقبل أن يقبل تغييرا من طرف أو من جانب واحد لمضامين اتفاقية دولية وقعتها المملكة مع شريك اقتصادي، وبالتالي يجب أن نكون صارمين على هذا المستوى. اليوم بالنسبة للتحديات المقبلة يجب أن نضع علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي في سياقها. اليوم الاتحاد الأوروبي يعيش اختلالات مؤسساتية عميقة، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي لم يضع إلى حدود اليوم إجابة سياسية لهذه السيرورة ديال الاندماج، وبالتالي هذا كيعكس واحد المجموعة ديال الاختلالات بدات حتى الانعكاسات ديالها كتجلى على مستوى الأوروبي، على اعتبار أن البناء المؤسسي الأوروبي أصبح قاصرا وعاجزا على تدبير الإشكاليات الأوروبية بالأساس. عادي لازلنا عليها الاشكالات الاقليميه لي زوروسيبتيك يعني تنامي الاراء المناهضه للاتحاد الاوروبي، بناء الاتحاد الاوروبي، وبالتالي لا يجب للمغرب كما هو الحال اليوم، لا يجب لنا زعما اننا نواجه هذه الضغوط الاوروبيه بنوع من الخضوع. بالعكس القرار ديال المغرب وردة الفعل ديالو مؤخرا كانت جد ايجابيه. يجب على الاتحاد الاوروبي انه يفهم بان المغرب ديال 2016 ماشي هو المغرب ديال 1980 ولا ديال سنوات التسعينات. المغرب هو قوة اقتصادية صاعدة في المنطقة، وبالتالي يجب أن يتعامل مع المملكة بنوع من الندية، خصوصا أن المغرب اليوم مع عودته إلى الاتحاد الإفريقي قد يجد حاضنة إقليمية وقارية لمبادراته، وهذا ربما يزعج بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي. إشارة بسيطة غنرجعك السيغير في آخر مداخلة. السي عياش شنو اللي مطلوب يعني مواجهة التحديات المستقبلية؟ فتنظن ماشي غادي نبداو اليوم باش نبداو نوجدوا راسنا باش نواجهوا. فعندنا واحد العدد ديال المسارات يعني دي بيست
اللي المغرب فكر فيهم اكثر من 10 سنين ملي بدينا، باش جميع الاحتمالات وارده، حتى ولو راك لاحظتوا عشتوا حتى العلاقات مع المجموعه الاوروبيه هذه سنه راه كان الحكومه تقريبا هزات رجلها وخلات داك الشيء بشويه عليه واحد النوع ديال البروده اللي وقعت، ومن بعد رجعنا عاوتاني الى اخره. راك شفتوها بعينكم وعشتوها. اذا المغرب يعني راه خدا جميع الاحتمالات وارده، وحنا طبعا كمهنيين راه هذا البلاغ بالنسبه لنا يعني راه ملزم وغاديين معاه وتناكدوه كيف ما كانت النوع ديال التضحيه، ولكن حنا عندنا تفاؤل، ما نقولكش منها ماشي، واخا وجدنا روسنا الاحتمال اللي هو لو سيناريو كاتاستروف كما تيقولوا، راه عندنا الحق نبيعوا في اوروبا خارج يعني الاتفاقيه، عندنا الحق نقدر نبيعوا، ما كاين حتى واحد ما يمنع لك في اطار ديال لا ليبرتي دونك دو لا سيركيلاسيون ديال المواد الى اخره. ولكن حنا نوعنا اولا المنتوج، ما بقاتش غير يعني الطماطم بوحدها، هناك خضروات اخرى اللي جايه في السوق، والارقام راه عندنا. يمكن الاخوان يدخلوا لواحد السيت نعطيه لهم، ماشي غير الاخوان يعني المختصين ديالكم ديال التلفازه باش ينوروا الراي العام. عندنا كذلك الاتجاه، ما بقيناش غير في هذاك الشيء، كاين انواع وراه يعني البلاغ تيشير لها بحال التنويع ديال الشركاء، منها روسيا، منها واحد العدد ديال المسائل، وحتى هما راه غيعطيونا، لانه القمح راه موجود في سوريا، في روسيا، موجود في اوكرانيا، موجود في كندا. اذا الاسواق ما غاديش تسد علينا هذا. وكاين افريقيا لانه هذا واحد السوق يعني ناهض، يعني قالها حتى كل شيء كاع، حتى المسؤولين حتى ديال الامم المتحده اللي تنتخب حاليا تيقول بانه افريقيا هي يعني كومون دير دونك لافنير، يعني المستقبل ديال الانسانيه، نظرا للاراضي اللي هي شاسعه كاينه، نظرا للمياه اللي هي متوفره، نظرا لليد العامله الساكنه الشابه، واللي تنصفقوا الدور ديال المغرب اللي تيعمل وتيستقبلها بدون مقابل وتيعطيها تيندمجها، وهناك واحد دوك جوج عمليات اللي داروا. ولكن في المستقبل انا تنحلم. علاش تنحلم؟ تنرجع يعني الخطاب ديال صاحب الجلاله في اديس ابيبا اللي دار واحد التشخيص بدون مجامله يعني سون كومبليزونس على المغرب العربي الكبير. يعني تنتاسفوا، تخيلوا معايا ولو لحظه واحده هما كداو 20، دابا كداو 20 واقيلا 27 صححوني، ولا 28 باقي واقيلا الا دخلت، راك باقيه تركيا، باقي واحد العدد ديال المسائل نتمناو لهم التوفيق. تخيلوا حتى حنا وليو باش نتفاوض المغرب بوحدو مع 27 دوله اللي شوف شحال الدخل ديالها في العالم وشحال الشيفر دافير ديالها، وحنا بوحدنا بالامكانيات ديالنا ماشي غير محدوده تبارك الله، عندنا الامكانيات. تخيلوا مره واحده هما تكتل وحنا 5، معنا الجزائر، معنا تونس، معنا الشقيقه موريتانيا، معنا كذلك ليبيا. تخيلوا بالغاز ديالنا 100 مليون مستهلك، بالثوره ديالنا ديال اليمين، وبهذاك الشيء القوه واش غادي شي واحد يجي يعني ولو تبعوا يعني النظر ديالي فين غادي، راه الا تفاهمنا هذا الشيء كل شيء يمكن غادي يحبس. فهمتي اش باغي نقول؟ راه كل واحد تيفهم كيما يبغى، غير تخيل هذا التكتل هذا. ولكن تنظر الخطاب ديال صاحب الجلاله اللي خصو نتمعنوا فيه، راه ماشي غير في القضيه ديال المغرب العربي، ديال تجنيد افريقيا ككل، بلا ما يلعب الدور ديال ليدرشيب، لانه هذا ما تيهمش المغاربه وما تيهمش المسؤولين ديالهم. يعني هذيك القوه وهذاك الشيء. وهنا فين تنقول بانه غادي يوقعوا صعوبات يمكن اخرين، لانه هذا المسار ماشي غادي يكون مفروش بالورود، لانه مصالح غادي كما قالوا الاخوان غادي يتهددوا. هناك مشروع غازي راه جاي، هناك واحد العدد، عندك الطاقه المتجدده لهذا السيد خرج بدا يغوت في الى اخره. وهذا السيد اللي ذكرتي راه بواحد كان صديقنا ودافع على هذه الاتفاقيه، وكان كذلك مكلف حتى بالصيد البحري. وبين عشيه ربما انا ذاك السي عياش كان على الضغط ديالو بالصيد الاسباني. اييه اذا هذا، وهذه ملي تنقولوا هذه الاتفاقيه راه خصنا كما قلت لك كاع الدول اللي عندها الوزن راه معنا، ولكن المهنيين راه معنا. ولانه واخا قلتو كاين نتفق معاك دوك اللوبيات اللي هي السياسيه اللي هي ما تتبيع ما تتشري، تتبيع وتشري الهضره. ولكن لي فري بارتنير يعني الشركاء ديالنا
الفرنسيه حنا تنجلسوا معاهم ونتعشاو معاهم وتا هما عندهم مصالح غادي تمشي لهم، وكذلك ذاك الاصدقاء ديالنا، وكانوا لوبي ديالنا دافع معنا يد في يد، لانه حنا ملي تتقول الكومادير تقدمات راه مشيناش بوحدنا، راه كان معنا ناس كانين اوروبيين وواقفين تيدافعوا معنا جزاهم الله بخير. وهذه مناسبه باش نشكرهم. سي المرزقيوي، في نظرك انت المغرب شنو اللي انا من وجهه عفوا تفضل. انا من وجهه نظري ارى بأن ما حدث اليوم من ضجة حول مسألة ديال الحكم أو مسألة ديال الاتفاق الفلاحي والصيد البحري مع المغرب، أرى بأنها عبارة عن فقاعة سرعان ما ستزول، ولكن ستكون هناك ربما فقاعات أخرى وليست هذه هي الفقاعة الأخيرة. هذا من جهة. لماذا؟ لأن المغرب أو الاتحاد الأوروبي لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يتخلى عن المغرب أو أن يتجاوز المغرب، لأن ما يربط المغرب بأوروبا ليس فقط الاتفاق الفلاحي ولا الصيد البحري إلى غير ذلك. هناك شراكة استراتيجية عميقة جدا ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هناك ما يسمى بالوضع المتقدم لسنة 2008، ثم أن المغرب يحتل المكانة الأساسية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يسمى بالجوار الإقليمي، سياسة الجوار الإقليمي الأوروبي. ونعلم بأن المغرب تربطه اتفاقيات عديدة جدا فيما يتعلق بالمجال الأمني، والمغرب يعتبر صمام أمان بهذا الأسلوب، بهذا المصطلح للأمن الأوروبي. هو الذي يحمي الشواطئ الأوروبية من المهاجرين السريين، هو الذي يحمي الشواطئ الأوروبية من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هو الذي يحمي الشواطئ الأوروبية من التجار في المخدرات. راه المخدرات شي مرات تجي حتى من كولومبيا وتدوز على المحيط الأطلسي، ولكن المغرب يكون لهذه العصابات بالمرصاد، بمعنى أن القلعة الأوروبية التي وضعت لنفسها حدودا وسياجات إلى غير ذلك لا يمكن أن تكون محمية إلا إذا ساهم المغرب في هذا الأمن الأوروبي. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، حتى أن الأوروبيين يعون جيدا ويعرفون جيدا بأن المغرب لديه خيارات أخرى، لذلك ما يمكنش يستغنوا عليه. خيارات أخرى شنو هي؟ خيارات أخرى أن المغرب لديه شراكات كثيرة مع عدد كبير من الدول، من بينها مجلس التعاون الخليجي. لا ننسى بأن الدول العربية لديها وزنها الاقتصادي والمالي العالمي، وأن المغرب كما قلنا آنفا هو اليوم أصبح دولة فاعلة، و63% من الاستثمارات الخارجية المغربية، الاستثمارات مجمل الاستثمارات الخارجية للمغرب راه موجودة في إفريقيا، بمعنى أن الإفريقيا بالنسبة للمغرب هي فضاء اقتصادي وتجاري واعد جدا. لدينا شراكات مع دول أخرى مثل الصين مثل كذا. ولا ننسى أيضا بأن المغرب اليوم مؤخرا أصبح يربط علاقات وثيقة جدا حتى مع دول أمريكا اللاتينية على جميع المستويات، ليس فقط على المستوى التجاري والاقتصادي، وإنما على المستوى البرلماني وعلى المستوى السياسي وغير ذلك من الأمور، خاصة مع 3 دول كبرى تعتبر هي أقطاب الاقتصاد في أمريكا اللاتينية. هناك البرازيل، هناك الأرجنتين، وهناك الشيلي. لهذين السببين الأساسيين لا يمكن للاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال أن يتخلى عن المغرب أو أن يتجاوز المغرب أو أن يخلق الكثير من المشاكل المغرب. هذه الفقاعات التي تحدثنا عنها مسألة عادية، لأنه تعتبر نوع من الضغوط على المغرب ليقدم ربما مجموعة من التنازلات فيما يتعلق بالهجرة، فيما يتعلق بضرورة بذل أكبر ما يمكن من المجهود لحماية الشواطئ الأوروبية أو لأسباب دركي أوروبا أو لأسباب أخرى كثيرة. سير أبو عمري. فيما يتعلق بهالموضوع كنظن أن المغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي من الآن مستقبلا خصو يعاود كما قلت قبل قليل يستغل هذه اللحظة ديال الوضع اللي كاين في الاتحاد الأوروبي والنقاش اللي كاين داخله، ويعاود يفتح معاه نقاش جدي حول مستقبل العلاقة المغربية مع بلدان الاتحاد الأوروبي. كنظن على أنه إذا كنا في السابق يعني المعادلة مقلوبة، لأن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية هي في وضع
جد قوي سياسيا واقتصاديا، وعندها واحد النوع ديال التكامل. والمغرب كان ضعيف نتيجه ديال عده ملفات كانت يعني كيتم الدراع ديالو بها. اليوم المغرب كنظن انه العديد من الملفات اللي كانت كتطرح في الخارج حلها، سياسيه حقوقيه، وماشي في واحد النوع ديال الاصلاحات. كنظن انه المعادله اليوم الى حد ما فيها واحد النوع ديال التوازن، وهذا هو اللي خص يوعاه الدول الأوروبية، وخاصة الفاعلين الماليين واقتصاديين اللي هما كيستغلوا هذا النزاع السياسي المفتعل حول الصحراء من أجل الضغط على المغرب لتقديم تنازلات حقيقية فيما يتعلق بمصالحه الاقتصادية، وكذلك فيما يتعلق بالدور اللي يمكن يلعبوه عندنا في افريقيا. كنا انه اكبر تخوف، والسي حميد غادي يتفق معي، هو انه هناك تخوف من تنامي كبير للمغرب انه يكون جزء من اي اتفاقيات مستقبلا ما بين المغرب وبين افريقيا. ذاك اتفاقيه ثنائيه تتحول الى اتفاقيات ثلاثيه، اوروبا المغرب، هذا هو متعدد الاطر، اتفاقيه ثلاثيه. كنظن انه هذا التخوف راه موجود كيتم كيتم استغلال الوضع ديال الملف ديال النزاع المفتعل حول الصحراء من اجل الضغط على المغرب. المغرب كنظن انه اليوم في العلاقه مع الاتحاد الاوروبي كاين جوج ديال الاشياء. اولا كاين الخطاب ديال الملك في القمه، لا قبل منه كاين القمه الخليجيه اللي هو كان الخطاب واضح توجه يعني انذاك الولايات المتحده الامريكيه، لانه كان قبيل النقاش ديال القرار ديال مجلس الامن، وكان داك التفاعل مع التقرير، مع المسوده ديال التقرير اللي كانت كتعد انذاك الولايات المتحده الامريكيه، واشار بشكل واضح انه السوق العالمي او العالم كبير، ما فيهاش فقط اتجاه واحد او محور واحد، فيه عده اتجاهات وفيه عده محاور. كاين روسيا، كاين الصين، كاين الهند، كاين اوروبا طبعا، وكاين افريقيا. حنا اللحظه اللي غادي نقولوا هذا الكلام انا ما خصناش كذلك نعطيو انطباع دول الاتحاد الاوروبي او الفاعل الاوروبي على ان المغرب يعني يهدد هالبلدان. حنا يمكن هالميساج هذا او الرساله دي ما خصناش نوصلوها، بقدر ما خصنا نوصلوا رساله واضحه لانه الفاعل الاوروبي اليوم خصو يتعامل بواحد النوع ديال النديه مع المغرب، خصو يتعامل بواحد النوع ديال جالسين في طابله واحده متساويين، كنتناقشوا وكنتفاوضوا على مختلف المصالح المتبادله والحفاظ على المصالح. المغرب ماشي دراكي، مع احترامنا المهنه طبعا ديال الدراك، ماشي رجل امن شاد السفاره على المهاجرين باش يحمي اوروبا، كذلك ماشي جهه استخباراتيه تبع اوروبا باش انه في ما كان شي خليه ارهابيه يكشف عليها. المغرب عنده دور حقه بهذا التراكم اللي منذ 2008 الى الان. خاص الاتحاد الاوروبي يقدر هذا الوضع ديال المغرب اليوم. مساله اخرى وغادي نختم هنا، هو ان الاتحاد الاوروبي اليوم خص يوعى انه جزء من الحل ديال الازمه السياسيه اللي كيعيشها، جزء من الحل الازمه السياسيه اللي كيعيشها الاتحاد الاوروبي هو بناء علاقه قويه مع المغرب. المساله الاخيره هنا فين كنتفق مع السي عزيز اخنوش، هو ان المغرب ما عندوش الوقت فين يمكن يضيع يبقى تبع البوليزاريو في المحاكم الاوروبيه، لان دابا كاينه يمكن واحد الدعوه ديال حول اتفاق السيد البحري راه قريب، المغرب خصو يبقى تابعه. غدا عملنا دعوه على شي اتفاقيه اخرى، المغرب غادي يبقى تابعه. يعني المغرب ما عندوش الوقت هنا. يمكن اهم ما قالوا وزير ديال الفلاحه والسيد البحري هو الجمله هذه ديال انه المغرب ليس لديه الوقت باش انه يضيعه في المحاكم الاوروبيه ويبقى تابع للجبهه ديال بوليزاريو. سي قال باقي شي اضافه في الثواني معدودات لان الوقت. اضافه صغيره، يجب على المغرب ان يطرح السؤال على شريكه الاوروبي حول مدى رغبه هذا الشريك الاوروبي في مواصله المسار ديال الشراكه المعمقه، خصوصا على ان هذه الشراكه هي واحد الباك متكامل ما فيهش غير الفلاحه، وانما حنا الا كنا مضرورين على مستوى القطاع الفلاحي على اعتبار انه قطاع اساسي بالنسبه للمغرب، فبالنسبه للاتحاد الاوروبي ممكن انه يخسر الكثير، على اعتبار ان منذ انطلاق هذه الشراكه منذ سنوات الاتحاد الاوروبي صرف الملايير من الاورو من اجل تاهيل البنيات القانونيه وتحقيق الالتقائيه في اطار ما يسمى لاكي كومينوتير، يعني المعايير الاوروبيه المشتركه، من اجل توفير واحد السوق وتاهيل السوق المغربيه من اجل احتضان المنتجات المغربيه. اضافه فقط في الختام هي ان المغرب لا يجب ان يصبح ضحيه لصراعات المصالح، سواء تلك التي ترتبط بتعارض المصالح ما بين الدول الاعضاء العضوه في الاتحاد الاوروبي او
أن يصبح موضوعا للتجاذب ما بين اللوبيات التي تحقق أرقام معاملات كبرى في هذا تدافع عن المصالح. سي عثمان قير، سي حمد عياس، سي البوعمري، أستاذ رشيد المزقي، وأشكركم جميعا على تنويركم النظارة الكرام على هذا الموضوع، يعني اللي فيه ما هو قانوني وما هو سياسي، ما هو اقتصادي وشائك ومتشعب، ولكن نتمنى أنه استطعنا أنه نكون وضحنا الصورة للمغاربة والمغربيات اللي كيتابعونا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن التتبع، والى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله.